سلام البنات، كنت شاركت معكم هاد الفخيضات وبزاف البنات ما كيلقاوش الوصفه ديالهم وقالوا لي عافاك ديري معنا الوصفه كامله في فيديو واحد. المهم البنات بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس، باش اللي مازال ما شافش الوصفه يشوفها وديروا لنا حركه الاكسبلور فضلا وليس امرا. المهم عندنا البنات تومه محكوكه، شويه ديال السودانيه، البزار. انا درت البزار بيض هو اللي كيبان لكم هكاك بيض، راه البزار بيض هذاك عندكم كحل ديروه. شويه ديال القزبور يابس، شويه ديال الملحه، البابريكا او التحميره، الخرقوم بلدي او الكركم، شويه ديال الزعتر، شويه ازير او اكليل الجبل، وسكينجبير طري البنات كيجي زوين. الا ما كانش ديروا سكينجبير عادي، عصير ديال الحامض، واحد المعلقه الخل اللي كتعطينا واحد الطراوه هكا لدوك الفخيضات تيجيو فتيين وزوينين. معلقه صغيره ديال العسل وشويه ديال القشده الطريه اولا كريم فريش، واحد المعلقه ديال الدقيق البنات باش كتعطينا ديك تعليكه زوينه لهاد الفخيضات. صافي كنشرملوهم مزيان مزيان. انا كنرقدهم وكنغطيهم وكنخليهم واحد المده، يعني واحد ساعتين على الاقل، باش كيشربوا هذاك القوام وديك العطريه وكيجيو بنان وكيجيو فتيين وكيجيو زوينين بزاف. صافي البنات، المهم انا كيما شفتوا معايا راه غطيتهم. بعد ما كيترقدوا كي قلت لكم واحد المده، كناخذ الطاوه اللي غندخل الفران، كندير فيها بابي كويسون، كندهنها بشويه ديال زيت العود، كنصدف الفخيضات على هذا الشكل وكنعاود نرشها ثاني بشويه ديال الزيت من الفوق، وتنعاود نغطي. بابي كويسون هو الاولاني، عاد بابي الومنيوم كندخلهم الفران. البنات اللي قالوا لي طريقه الطياب كنديرهم في الفران اللي كنكون مسخناه من قبل على 200 درجه، كنديرو في الرف الثاني وكندير عافيه فوق وتحت تقريبا واحد 50 دقيقه البنات كيطيبوا. كنعري عليهم، بانوا ليا محمرين مزيان وكلشي هو هذاك، راه داكشي اللي بغينا. ما بانوش ليا محمرين وباقي خاصهم شويه، كنعري عليهم وكنبقى ديك المرقه اللي كتنزل منهم كنبقى كنديرها فوق منهم حتى كيتحمروا وياخذوا اللون اللي بغينا حنايا، كيجيو غزالين بزاف. والطريقه البنات ديال التحمار ديالهم كيفاش كيجيونا في هذا اللون، راه هي ديك المرقه كنبقى نهزها ونحطها فوقهم باش كيولي هذا اللون هذا. وراه البنات الا طيبتوهم وما مغطين بابي كويسون بابي الومنيوم هو الاولين، كيبقاو لكم الفخيضات زوينين وفتيين ما كينشفوش. اما الا طيبتوهم مباشره هكاك وما عريانين كينشفوا في الفران.